ما هو شكل الأرض؟ ما هو شكل رأسك؟ ما هو شكل الماء؟ المقرر التعليمي قال لا شكل له. المخرج المكسيكي غيرمو ديل تورو وجد له شكلا لامرأة وحيدة تجد فيه تسليتها، امرأة لا تجد من يتواصل معها، فيخرج لها من الماء، من البحر، والبحر هو أم جميع الكائنات الحية. اشتغل غيرمو ديل تورو على شكل الماء وعلى شكل المنحوتات الخشبية الصغيرة لاقتباس قصة كارلو كولودي، الطفل الذي يكذب يطول أنفه، كل كذاب يطول أنفه ولا ينتبه. في السيرك اشتغل المخرج على نفس الموضوع، الخلفية، الديكور، الألوان. في السيرك ممثل كبير كوبر الذي مثل في مع ليدي غاغا ستار إز بورن، مثل القناص مع كلينست وود، يمثل هنا عامل سيرك فقير يترقى. ما الذي يجمع بين السيرك وبينوكيو وشكل الماء؟ النحت. في شكل الماء اشتغل المخرج على التماثيل المكسيكية فأعطى لبطله هذا الشكل. في بينوكيو يشتغل على الصرصار والنملة، يشتغل على حكاية الحيوانات، وقد صور مع نتفليكس مسلسل صياد الغيلان 39 حلقة فيها يمنح شخصياته ملامح منحوتات حضارة الأزتيك، وقد حضر هذا العمل في شكل الماء. وفيه نار الوحش المعشوق يشبه تمثال إله أزتيكي يستعد لتناول البيض، اللقطة في الفيلم. وحضرت المرجعية نفسها في فيلم زقاق الكوابيس في السيرك، الدمية المحنطة في قارورة وفي ديكورات السيرك ودماه. وهذا تقليد عريق لدى المخرجين الذين يشتغلون على بناء لغة سينمائية خاصة بهم. للتدليل على هذا الادعاء تاركوفسكي اشتغل على منحوتات أندري روبليف. حول المخرج حكايات القديمة والمسلسلات وكل تراث أعطاه شكلا في فيلم زقاق الكوابيس. ليس صدفة أن أفلامه دائما ما تكون مرشحة في لجائزة جمعية المصورين الأمريكيين الأحسن صورة مبتكرة. الإخراج هو ترجمة سينمائية للحكاية الأدبية. امرأة تحلم برجل فصار للماء شكل. الصرصار يحلم بالأكل فبدأ فيلم بينوكيو بلقطة الصرصار والنملة، بمعنى أن العالم الذي يعيش فيه المخرج في السيرك هو تسلية تجمع الحيوانات والبشر. في تصوير هذه اللقطات لبينوكيو ماذا نرى؟ سكيتشات فوق منصة للدمى. دمى ليس رسم متحركة بل دمى، وهذا عمل عظيم جدا بحيث أنه بعد أن نجح الفيلم عن بينوكيو صور غيرمو ديل تورو وثائقيا من 30 دقيقة تقريبا حول عمله، ليس عن الفيلم، كيف اشتغل ميكين اوف، يعني كيف اشتغل على هذه الدمى. أولا لقد بنى سينوغرافيا مركبة لشخصياته الصغيرة، فالخلفية منحوتة وليست مرسومة، وغالبا عندما لا تنحت هناك طباعة ثلاثية الأبعاد.
هذه الدمى التي صنعها تتحرك تكنولوجيا، بمعنى أنها تعيش قصتها لتحكي للمتفرجين. كانت الدمى بأحجام صغيرة، لكن السينوغرافيا أعطتها بعدا. عندما تقترب الكاميرا من الشيء يتغير حجمه. في كل لقطة تتحرك إما الشخصية أو الكاميرا. لكي يكون الإيقاع قويا وينقذ المخرج المتفرجين من الملل، تتحرك إما الشخصية أو تتحرك الكاميرا. المرأة الوحيدة اخترعت شكل الماء ليسليها. النحات صنع الطفل بينوكيو، فحلم أن يخرج من الخشب ليصبح شخصية حقيقية. ولترسيخ القصة في واقعها، فاختار أن الطفل تجري الأحداث ويقتل في الحرب العالمية الثانية بسبب القصف الخاطئ. بطبيعة الحال من لا يحزن لوفاة طفل؟ وهذه بطبيعة الحال تقنية لاستدرار عطف الجمهور وتحقيق النجاح. في فيلم زقاق الكوابيس شبه بشكل الماء، وهو التمثال الأزتيكي. في زقاق الكوابيس هناك دمية محنطة في قارورة ومرسومة في ديكورات السيرك، وهذا تقليد عريق لدى المخرجين الذين يبنون لغة سينمائية خاصة بهم. يقوم المخرج باستلهام الأشكال والمنحوتات المكسيكية القديمة لشخصياته. هنا شكل الماء، رجل يأكل البيض، تخدمه امرأته. لقد حول المخرج الحكايات القديمة وأعطاها شكلا ذي مرجعية بصرية معروفة، وهذا يمنح لأفلامه هوية. في زقاق الكوابيس الخلفية فرعونية. في بينوكيو طغى لون الخشب، الأصفر الذهبي الذي يعطي مصداقية للديكور. بدأ فيلم بينوكيو بالصرصار يحكي سيرة الغير. صرصار معجب بالفيلسوف آرثر شوبنهاور، فيلسوف القوة، ويحمل صورته. لتجسيد تغير البشر صمم المخرج أقنعة مختلفة لكل دمية، لأن الوجوه الملساء لا تعبر. وضع المخرج أقنعة لشخصياته لكي يجعل الأحاسيس التي تعبر عنها واضحة. الطفل الوقح أنفه طويل ويده طويلة، ويسخر من النحات الذي صنعه. هل هناك وقاحة أكثر من هذه؟ هنا يرسم الستوري بورد بالقلم لكي يشتغل على نموذج. في السيرك في الخلفية هناك أيضا رسومات بشكل مستمر، بحيث أن المتفرج لا يجد فقط مقدمة الكادر، بل حتى خلفية الكادر فيها ديكور. هنا كاستينج عظيم، كيت بلانشيت وكوبر في الفيلم. السيرك، حكايات الحيوانات، طفل صار بشرا، كذاب لا يرى أنفه. رغم الاشتغال على الأشكال، فإن أفلام غيرمو ديل تورو تنتج المعنى، وتجد للماء شكلا ولونا وطعما لإسعاد امرأة فقدت حذاءها في لحظة غرام. هنا تماثيل أزتيك في وجه رجل الماء
المتوج ب4 أوسكارات. أفلام اشتغل المخرج سنوات طويلة على أفلامه.